السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين يا ربي. فيديو اليوم رايحين نعملوا كسرة رخيص بمقادير مضبوطة، خاصة المبتدئات، وبأي نوع السميد. اللي ما تدي السميد شوية شوية مش مليح ياسر، صدقوني راح تجيكم تهبل. وحرفقها بحساء العدس الأحمر، راح نديروه بلا لحوم لا دجاج لا والو، وصفات اقتصادية ورائعة. تبعوا معايا الاخير. نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ديري لي لايك حبيبتي دركا قبل ما نبداو. اول حاجه نوريكم السميد تاعي. الناس اخترعوا كيندر سيربرايز، احنا اخترعنا سميد سيربرايز. كل من الشكاره دي هي الماركه دي ما يجيبها لي راجلي. كل ما نحلها نلقى نوعيه واحده اخرى. خلا مره يجيني ارطب، مره يجيني احرش، مره فيه الحبه الكحله ديكا، مره يجيني اصفر، فيه العلك يهبل، كل مره كيفاه. لهنا البنات كيما راكم تشوفوا فيه ديك الحبه الكحله، وجاي متوسط رايح لخشين شويه. شوفوا الرخصيص نديرها بالرقيق بالمتوسط، نديرها باي واحد، من غربلها ما والو. كيما هكا نديروا السميد. حطيت 5 كيسان سميد، وضفت له نص كاس. خلطت ما بين الزيت العادي، زيت المائدة، وزيت زيتونة. انتوما كيما تحبوا البنات، تحبوا تعملوا غير زيت المائدة فقط. لهنا نضيف لها الملح، كمية الملح تبقى على حسب الرغبة، كل واحد كيف يحب. انا نحبها مطعمة شوية الكسرة. شوفوا عملت قولي مغرف غير باع هكاك، ملعقة الكبيرة بصح مش كبيرة كبيرة البنات، ماهيش غارقة كيما راكم تشوفوا فيها. وحطيت الزرارة اللي هي السينوج وجلجلان وحبة حلاوة وزراعة البسباس، ونبدأ نبسس فيه كيما هكا. هذه طريقتي البنات، تبعوها والله تجيكم تهبل. نبسسها مليح كيما شفتوا. لهنا نضيف السكر، ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة خميرة الخبز. الملعقة مش معمرة مليح، ماهيش بومبي. ونجي هنا كاس ما دافي نصبه فوق الخميرة والسكر اللي حطيتهم في النص بالعاني، ونصب عليهم الماء الدافي ذاك. وعلاه؟ باه يذوبوا الحبيبات تاع السكر والخميره، خاطر احنا رايحين رخصيص نبلوها يابسه. كنا نحركوها هكاكا ما يذوبوش البنات، صدقوني. هذه خاصه المبتدئات، ديرها هكا وشوفي كيفاه النتيجه تجيك. كي خلطتها مليح في النص، من بعد باه نخلطها كامله مع العجينه الكل كيما راكم تشوفوا. نفتفتها كيما هكا باه تخلط لي مليح، ونبدا نعجن ونقطع. بداو تضيفوا الماء غير بشويه برك كيما راكم تشوفوا البنات. راني قاعده نقطع، والسميد هذا يشرب. السميد كل ما يكون متوسط هكا ريح، كيما نقول كل ما يكون ارطب خلاه، او ما يشربش ياسر، غير يبساها وما تخافوش. قادره من بعد تخليوها ترتاح تلقاوها زاد تحلت، زاد سيبت الماء تاعها. وهكا كي يولي متوسط اي يشرب، يعني عاده يشرب كل متوسط. أنا قاعدة نضيف في الماء بشوية، يعني في الكاس الثانية دا قاعدة نضيف في الماء غير بشوية خلا كيما راكم تشوف. ونبدا نعجن هنا البنات، نبدا نعجن في الاول نص عجنه، ومن بعد نخليها ترتاح ونزيد نكمل نعجنها هكا باه ما تعياوش من بعد، ما تجيكمش العجين كل ورا بعضها. شوفوا هادوما زوز كيسان بقى لي منهم غير شويه، باك واحد 4 كاس. وعلى حسب نوعيه السميد تاعكم البنات نعاود نقولها، اذا السميد رقيقه وما يشربش الماء، غطيتها بكيس بلاستيك وزيد غطيتها بسرفيات وخليتها ترتاح واحد نص ساعه هكاك. لهنا البنات عندي كاس عدس احمر، حطيته غسلته مليح، يعني غسلته وعاودت. 3 حبات سنارية أو جزر، حبة جريوات تقدروا تستغناو عليها، وحبة بصل متوسطة، و3 سنينات توم. نجي هنا البنات العمارة تاعي حطيتها على النار، وحطيت عليها قطيرة زيت كما راكم تشوفوا. حطيت البصلة تاعي نقص درك، الخضرة تاعي نقصها عشوائيا. قصيت الحبة تاع البصل و3 سنينات توم كما راكم تشوفوا. في نفس الوقت انا قاعده نقلي كل مرة نحركها. هنا الحبه تاع الجزر البنات انا مش حنحطها في الكوكوط، ملا قطعتهم شويه رقيق، لكن حتديروها في الكوكوط قطعوها خشين شويه نورمال، انا باه طيب لي بركه بالخف. لهنا البنات اذا عندكم حبه طماطم حمراء حطوها، ما كانش اني حطيت ملعقه ونص الطماطم دومي كونسونطري، ماهيش مركزه مليح. اذا طماطم مركزه حطوا ملعقه واحده.
كبيره. تقدروا تستغنوا على طماطم مركزه، تعملوا غير طماطم حب كي تولي ملاحه حمراء وحلوه. ضفت العدس الاحمر بعد ما صفيته وشللته مليح ونقليه يتقلى معاهم، هذا هو السر البنه تاعها. ضفت ملعقه صغيره ملح حسب الرغبه، وملعقه صغيره الفاح هذا واش فيها البنات؟ فيه كزبر، كرويه، كركم وملح وثوم وفلفل اسود. اذا حبيتوا ضيفوا له فلفل احمر، واذا عندكم كركاسه تاع دجاج، مش لازم طرف دجاج هكا هبره لحم ولا لا، غير العظام بركه باهي يبن لكم، ولا مكعب مرق دجاج اختياري دي، وحركوها مليحه ومرقاها بما سخون اكيد، وغطيو عليها نقصوا لها النار وخلاها تطيب بعقلها. وحطيت الطاجين يسخن. نروح الكسره تاعي بعد نص ساعه كما راكم تشوفوا البنات، شوفوا قدا حطيت اديه وش المغرب فيها بيكربونات الصودا. ضفت عليها حوالي ملعقتين ولا 3 زيت زيتونه، تاخدوا تعملوا زيت عادي، ونحرك هذيك النص مغرف تاع البيكربونات مع الزيت، ما تكتروش البنات البيكربونات تجيكم حامضه. ونبدا نعجن. اللمسه دي تاع البيكربونات تجي تهبل يا البنات، تجي مقرمشه بصح بطراوه، ما تجيش هذيك اللي من بعد تبسلكم ولا تجي تهبل. ومهما كان نوع السميد تاعكم صدقوني تجي تهبل. مام السميد رقيق يا اخي كي نعملوا كسره بالسميد الرقيق تجي شغل معجنه، ولا بس كي تضيفوا لها البيكربونات راح تعطيكم حاجه واحده اخرى خلا. ولهنا يعني كاينه هنا في عنابه نعرف ياسر عائلات هكا درك كل واحد كيف يطيبها الكسره تاعو، كل دار كيف يطيبوها. كاين ما يعملوهاش الخميره خلا يديروها غير بالبيكربونات، يبسوها مليح ويديروا لها البيكربونات، وشي هو غير تبرد بركه شويه تعاود تيبس هذيك الكسره. مالا البنات كما راكم تشوفوا انا السميد تاعي متوسط، شرب لي لقيتها يابسه، دركا قاعده نضيف لها بالقطيره خلاه الماء ما نجريوهاش. القصعه قاعده تهرب لي، انا حطيت طرشونه ديك حطيتها لتحت باه ما تزلقليش. في العاده نعجن فوق الرخامه، غير الرخامه بيضه والعجينه بيضه ما تبنليش مليح. انا قاعده نوريلكم كيفاه نعجنوا البنات المبتدئات بالكف تاع اليد كيما وريتها لكم هكا، وقطعوا حكاها مليح مع القصعه. على بالي كاين مناطق ما يعجنوهاش الكسره، مي احنا في الشرق نورمالمون كامل نعجنوها مليح. كي تولي مش معجونه الكسره تجي مشرشفه هكا في الحواف تاعها هكا وتجي مشقه. مام كي تعودي طيبي فيها تنا قدرت تقسم لك فوق الطاجين هي مبسه. احنا نعجنوها مليح باه تحكم روحها طبياض وترطاب وتجي تهبل. اذا عملتها سميد متوسط يا حتعجنها اكثر، وكي يولي ارطب حتولي اقل المده. اذا سميد متوسط حتعجنها 5 دقائق كامله، واذا سميد ارطب حتى تنقص شويه 2-3 دقائق هكاكا وسيبون. وضيفي لها الطرف هذاك تاع البيكربونات وعاودي رجعي لي قولي لي واش جاتك. لهنا البلاد بعد ما عجنتها مليح راني نقصت في الفيديو 5 دقائق. لوستها كيما راكم تشوفوا، نغطي وحده ومباشره نبدا نحل الطاجين. راني حطيته على النار يسخن. شوفوا البنات انا جاتني 4 قرصات صغار يعني متوسطين. اذا السميد تاعكم يجي ارطب مش رايح يشرب لكم الماء ياسر وراح يجيكم اقل، راح يجيكم 3 قرصات صغار باه نكونوا متفاهمين. انا نعملهم هكا الحجم هذا خاطر حنطيب فوق الكويزينيير باه تطيب لي مليح، سينو كون كبرها ياسر ما تطيبليش في الحواف، ما تحمرليش مليح. شوفوا معايا يعني حجم متوسط ماهيش صغيره خلا كما راكم تشوفوا. ونحل الكسره تاعي. لهنا اختيار يا البنات، اذا عندكم عبد كبير في الدار ما عنده سنين ولا بيبي صغير يحب ياكل ولا حاجه، تعملوها اخشن شويه. شوفوا كل ما ترقوا فيها الكسره كل ما تجيكم يابسه وتجي مقرمشه، وكي تخشنوها شويه راح تجيكم طريه. فهمتوني؟ دي نفس العجينه تقدري تعملي واحده خشينه شويه، عندكم عبد كبير في الدار هكا فمه هكا يضر ولا هكا تقدري تخشنيها له شويه بركه مش مطلوع مي باه تجيه طريه كيما راكم تشوفوا. اني عملتها هكا رقيقه يعني مترقوهاش اكتر من هكا سنو تجيكم يابسه، وحطيتها فوق الطاجين كيما راكم تشوفوا واني تقبتها. الكسره تاعي قاعده تطيب هنا اشاك فوا نقلبها، وفي نفس الوقت اني قاعده نحل الاخرى شويه ونجي هنا نقلب هادي، تبقاو تقلبوا فيها منا ومنا وتدوروا باه تجيكم حمرة مليح.
جويه كل الطاجين اللي مقوي عليه افون، الطاجين تاع الطين. اذا عندكم الطاجين تاع الحديد لا ما تقويوش عليها البنات، نقصولو خليوه على نار متوسطه. وانا عندي تاع الحديد والله البنات عم بيكم نحب تاع الطين. تاع الطين غير تحطيه فوق النار من السما طيبتيش تجيك الريحه ديك، ريحه الكسره تهبل. وعم بالي ياسر يقولوا لي كيف كيف وهكا يطيب، لا والله والو. كيما نحبوا الشوربه في البرمه تاع الطين، حتى الكسره والله تاع في الطاجين تاع الطين بنتها وحدها. لهنا البناتكم راكم تشوفوا هاني قاعده نحل في الكسره، الاخرى قاعده تطيب من الهيه، ومره عن مره نروح ندورها وكل مره نطلع عليها نشوفها حمارت ولا لا. هاي طاب شفتوا، هاني كملت هديه مباشره نروح نحطها فوق الطاجين. هاي حمارت لي مليح مليح، كل واحد كيفاه يحبها، يحبها حمرا ياسر ولا ناقصه شويه كيما تحبوا البنات. لهنا البنات هاني لوطون اللي قاعده تطيب الاخرى حليتهم في زوز كيما راكم تشوفوا. اني تقبتها قبل الاولى نسيت نقبتها في الطاجين، بصح نورمال تحبوا فوق الطاجين ولا قبل كيف. هاني حطيتها كيما راكم تشوفوا، خلاها واحد دقيقه زوز ونطلع لها شويه، كان شفتها بدات تحمر نقلبها كيما راكم تشوفوا، ونخليها شويه تنشف شويه ونبقاو نقلبوا. شوفوا الطاجين البنات كيفاه قاعد يدخلني الجهه هذيك. احمد طيش لي طرف تاع عجين تاع القرايه تاعو باتا مودلي، طيشهولي تما في الطاجين عباك مسحت وكاكا قاعد يدخن. هذا دركا انا قاعده نصور كي نولي نصور يعملوا لي واحد العمايل. شوفوا البنات اللي ما عندهاش العفسه ديك تاع الحطب هذيك اللي قاعده نرص على بهر على الكسره، عادي تحكمي سيرفيات وترصي عليها، تحكمي سباتول، تحكمي بها في الاطراف تطيب لك بركه، في الجناب تطيب لك مليح. هاي الكسره تاعي البنات تجي مقرمشه وبنينه تهبل وتجي مهويه، ما تجيش هذيك المرصوصه هذيك، فهمتوني. ومن بعد غير تطرى بركه قصدي تبرد وتغطاها وكلش راح تلقاوها طريه من بعد ما تيبسش. اكيد هنا يبرد تخلاق، كنت شفتوا كيف طيبتهم وكل كنت موقفتهم هكا فوق البوطاجي حتى يبردوا خلابه نقسمهم. شوفوا الكسره كيفاه جات تهبل. انتي تانا اكيد راح تجيك كيما هكا وباي نوع سميد تعمليه، تبعوا الطريقه بركه والله ما تندموا. انا بعد ما بردت وكلش اني راح نغطاها، واللي تحبها كسره تاعها جهه طريه هي سخونه تحطها في السربيات. والحسات العدس هنا بعد ما طاب او يطيب بالخفه البنات اقل من نص ساعه راح يطيب لكم. نرحيب بالبغاميكسر كما راكم تشوفوا. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك. مع السلامة حبيباتي.